نقدم لكم فعالية هامة في تاريخنا يجمعنا في مدرسة ميت النخا رقم 1. طبعا الندوة دي عملناها في سنة 6 بس هنعملها في الطابور للاستفادة الأكبر تحت عنوان مصر أمانة في أيدينا. طبعا من خلال الشخصيات اللي هناخدها يا جماعة ومعرفة السيرة الذاتية لكل شخصية هنعرف تحت عنوان قدوات عربية يجب أن نحتذي بها أو نقتدي بها. أول حاجة تعريف السيرة الذاتية. السيرة الذاتية لكل شخص هي بتعبر على حسن السير والسلوك لتلك الشخصية. يبقى كلمة السيرة الذاتية هي الملف الخاص لكل إنسان على في مصر، حالته التعليمية، حالته سواء كان واخد دكتوراه او ماجستير، كل دي اسمها السيرة الذاتية. طبعا مش اي شخصية نقتدي بها. في اول حاجة صفات لتلك الشخصية التي نقتدي بها. اول حاجة حسن السير والسلوك. تاني حاجة ودي النقطة المهمة، يكون قدم حاجة لخدمة البشرية. دي نقطة مهمة جدا. مثلا هناخد مثال في العصور القديمة والعصور الحديثة. هنيجي ناخد مثلا الروائي الكبير نجيب محفوظ، قدم ملامح تاريخية عظيمة في تراثنا وخدم البشرية اللي عرفنا التاريخ بتاع الروايات اللي هو كتبها نجيب محفوظ واخذ جائزة نوبل في الادب العربي. يبقى دي شخصية هامة في حياتنا يجب ان نقتدي بها. برضك هننتقل الى الدكتور مصطفى محمود، عامل مستشفيات لعلاج الامراض مجانا، دي شخصية نقتدي به. نيجي لشخصية اخرى الدكتور مجدي يعقوب، عمل برضك مستشفيات لعلاج المرضى واستفاد من الخبرات الاجنبية برضك وجه خدم مصر هنا وعمل مستشفيات لعلاج القلب بالمجان، دي شخصية نقتدي به. يبقى اول حاجة حسن السير والسلوك، تاني حاجة خدم البشرية. تاني ننتقل بقى للفريق بتاعنا، هنشوف قدم ايه في الفعالية دي. اول حاجة الشخصيات التي نقتدي بها. الدكتور مصطفى محمود والدكتور احمد زويل والدكتور كمال حمدان. تمام يا جماعة، زودت برضك شخصية الدكتور احمد زويل. نيجي بقى على شخصيات اخرى، اتفضلي. ابن الهيثم فاطمه الفهريه، ابن نفيس دكتور مجدي يعقوب، الاديب نجيب محفوظ. مليكة جمعت القديم بالحديث وحاجة جميلة جدا. نيجي بقى على تعريف السيرة الذاتية وحبيبة، اتفضلي يا حبيبي. هي وثيقه مفصله تلخص تعليم الفرد وانجازاته والخبرات. تمام جدا يا جماعة. السيرة الذاتية اللي هي السي في لكل واحد في مصر. نيجي بقى على صفات الشخصية القدوة. ايه هي الصفات؟ اتفضلي. سيرة ذاتية متميزة أسهم في خدمة البشرية نقتدي به في السلوك والأخلاق، حسن السيرة والخلق. تمام، حسن السير والسلوك. نيجي بقى على شخصية نيجي على الحسن ابن الهيثم. الحسن بن الهيثم الاسم أبو علي الحسن ابن الهيثم، الميلاد 354 هجريا 965 ميلاديا في مدينة البصرة العراق حاليا. الوفاة 430 هجريا 1040 ميلاديا في القاهرة مصر. صفته العلمية عالم موسوعي وفيلسوف فيزيائي رائد في علم البصريات. أهم إنجازات أسس علم البصريات، ألف كتاب المنوط شرح كيفية إبصاء العين للأشياء، كتب عن انعكاس الضوء وانكسار درس حركة النجوم والكواكب، طور الأشكال الهندسية. جميل جدا يا ولاد، دي شخصية قديمة عمل حاجات كتير قبل ما العالم يكتشف حاجة وانتقلت إلى أوروبا. ننتقل إلى شخصية أخرى هي فاطمة أمير وفاطمة الفهرية. فاطمة الفهرية تأسيس مسجد القرويين، أنفقت معظم أموالها على طلاب العلم. سميت بأم البنين، حولت مسجد القرويين إلى أقدم جامعة من العالم تعلم بها ابن خلدون وابن رشد. تمام يا جماعة، دي شخصية مهمة اتبرعت بجميع أموالها لخدمة العلم. تمام، نيجي بقى على شخصية أخيرة وهو ابن النفيس.
ابن النفيس لقد أسس العديد من المؤلفات في أصول الفقه والعقيدة، واكتشف الدورة الدموية الصغرى، وشرح وظائف القلب والرئتين، وشرح وظائف العين والدماغ، وألف كتب في الفلسفة. جميل جدا يا جماعه. قبل ما ايه الكلام ده قديم، يعني حاجات عظيمه جدا. هنيجي بقى على مشاركه صلاح في المظاهر الاجتماعيه. المساواة والعدل بين الجميع والتكافل الاجتماعي. تمام، دي ادي الى، برافو عليك يا صلاح، على انتشار القدوه، العداله والمساواه. تعالى يا حلو. أحب مدرستي ومعلماتي وأحترم طالبي. برافو عليك. برضك اخذ معلمه المدرسه قدوه لهم. شكرا يا حلو. نيجي بقى على لافته مصر. مصر في قلب العالم. طبعا مصر رائده في قلب العالم، واعلام مصر برضك. وشكرا لحضراتكم، والى لقاء اخر في اطلالتنا الثانيه.